استغليت فرصة إني كنت هناك، وطبعًا ما كانش ينفع أرجع بإيدي فاضية، وقُلت لازم أعمل الأكلة اللي قالبة الدنيا وبأقل من ربع سعرها. تعالوا بقى نبتدي. أول حاجة هننزل بحتة زبدة كده محترمة حوالي 50 جرام، وبعد كده هننزل بالتوابل اللي أنا هاقول لكم عليها دي. على فكرة الترتيب بيفرق جدًا، لإن حتى في المطاعم اكتشفت إن هُم بيقعوا في غلطة كده أنا خدت بالي منها. هننزل ببصلاية واحدة مش هنكتر عنها، بس تكون مفرومة كاريه صغير أوي، وبعد ما نشوحها كويس زي ما أنتِ شايفة كده يا دوبك ريحتها تطلع، هننزل عليهم بحوالي 4 فصوص توم برضو متقطعين صغير. هنزل كمان بمعلقه من الكيجن ومعلقه من الزعتر ومعلقه من البابريكا، وهنشوح كل الكلام ده مع بعضه علشان ريحته الحلوه تطلع. بعد كده هنزل بمعلقه كبيره من الصلصه، صلصه طماطم او معجون الطماطم ايا كان المسمى بتاعها. هنشوح كل ده مع بعضه. هننزل بقى بمعلقه من السراتشا لو متاح عندك، لو مش متاح مش هيأثر في الاكل، بس هو بيدي طعم حلو قوي. بعد كده هنحط عصير ليمونه كبيره، وبعد كده هنحط شويه ميه صغيرين علشان كل ده يتسبك مع بعضه في قلب التسبيكه الحلوه والخلطه الحلوه دي. بعد كده بقى هنجيب المكون اللي بيفرق جدا توقيت نزوله في الاكله دي يا جماعه، وهو الذره اللي انتم شايفينها دي سويت كورن او ذره حلوه صفرة. هنحطها في قلب الصلصه تستوي، ونروح بقى نشوف المكون الاساسي بتاعنا وهو الجمبري. طبعا انا كنت في اسماعيليه وكان لازم ارجع باي حاجه من خيرات البحر، وكان قدامكم دي كانت شروه جمبري على بعض اشتريتها زي ما انتم شايفين كده، ده جمبري بلدي. حاولت بقى ان انا اشيل بقى الشناب، لان انا ما بحبش ابدا وانا باكل الجمبري يكون فيه شناب او رجول. نضفته وشلت خيط الظهر، خيط الرمل من ظهره زي ما انتم شايفين كده. لو بخله متاح، لو عايزه تشقيه بالسكينه او بالمقص زي ما انا عملت كده متاح، ايا كان الطريقه اللي هتنضفي بيها كله حلو. بعد ما الذره بتاعي استوى زي ما انتم شايفين وانا نضفت الجمبري خلاص اوريدي، هجيب بقى الكيس بتاعنا وهحط فيه الذره بالخلطه. انا ليه ما حطيتش الذره مع الجمبري؟ زي ما بشوف كده يا جماعه، الجمبري من اكتر الحاجات اللي ما بتاخدش سوا اطلاقا، يا دوبك 10 دقايق بالكتير وهيبقى جاهز. وطبعا الذره بياخد سوا عن الجمبري، فكان لازم اسوي الذره الاول وبعد كده انزل بالجمبري. يعني كان لازم الذره يسبق الجمبري في التسويه علشان ما نظلمش الجمبري ونسويه زياده ويبتدي يشد معانا ويعمل يبقى زي البيض المسلوق. علشان كده الخطوه دي مهمه جدا. حطيت كل ده في الكيس الحراري وقفلت عليه كويس وخرمته كده بيك، وبعد كده حطيته في الفرن بالظبط كده. كان فرن مسخن مسبقا على درجه حراره 240. قعد بالظبط ربع ساعه في الفرن. وشموا بقى يا جماعه وكلوا احلى اكله بتتقدم في المطاعم غاليه جدا. عايزه اقول لك ان انت تقريبا بربع الثمن هتعملي الاكله دي لاولادك في البيت. انا عن نفسي بحب كده جدا. عايزه اقول لك بقى معلومه خدي بالك منها، لو الجمبري مجمد يستحسن تشيل القشره بتاعته قبل ما تسويه، لان الجمبري لما بيكون مجمد القشره بتمسك فيه جدا بعد ما يستوي. علشان كده خدي بالك لو الجمبري بلدي مش مجمد نحطيه بالقشره عادي، لكن لو مجمد اللي هو بيكون لونه رمادي ده يفضل تشيل القشره عنه علشان ما يغلبكيش في الاكل لما تيجي تاكليه. انا عاده بحب اكل قوي الاكله دي مع رز ابيض، علشان طعم التوابل وطعم الجمبري نفسه بيظهر جدا مع الرز الابيض. يعني ما فيش داعي تعملي جنب رز صياديه، هو رز ابيض كفيل ان هو يظهر جمال الاكله دي. لو عجبك بقى الفيديو لايك وشير، واتمنى لك كل خير، وتحياتي ليكي دايما.